بونو، لوكا زيدان، كثير من الأسماء، لكن السؤال من الأبرز وخطف هذه الأضواء في دور المجموعات من الحراس؟ إذا كان تحكي على الأضواء فماش واحد اختطف الأضواء أكثر من لوكا زيدان بحضور والده أولا. ثانيا أنه عمل زوز مقابلات ولم يسجل له أي هدف شيء. ثالثا وأنه عنده 3 و4 تصديات كانت ممتازة جدا. ثم أكثر من هكا علاش نختاره هو؟ لأنه فما تحدي، فما رمزية في حضور لوكا زيدان في الفريق الجزائري. رمزية بطبيعة الحال الجذور والعودة إلى الجذور اللي ما رجع لهاش الأب ورجع لها الابن، وهي حاجة نادرة جدا أنه الابن يرجع للجذور بتشجيع من الأب الذي اختار الفريق الفرنسي. ثم كنا الحقيقة معناها كنا نتساءل، وأنا واحد منهم كنت أتساءل هل أنه لوكا زيدان يلعب في الفريق الجزائري على خاطر اسمه اسم بوه، وإلا هو حارس ممتاز. الحقيقة في زوج مقابلات اللي مقبل فيهم حتى هدف قدم لي بداية إجابة وأنه فعلا حارس ممتاز. السؤال تتكلم بصراحة أكثر، هو الأفضل؟ هو الأفضل بالنسبة هو الأفضل.